نتعلم هيا أذكارنا سوية تحفظنا من الشرور تملأ بالخير الدنيا. في أدبار الصلوات نردد التسبيحات ثم الحمد والتكبير، هذه هي الصالحات. نقرأ آيات الكرسي بعد أداء الفروض، نقرأها ونرددها يبقى الشيطان مطرود. أذكار نور بهجة وسرور، أذكار نور بهجة وسرور، حسن طول اليوم والذنب مغفور، حسن طول اليوم والذنب مغفور. واستمروا بالتسبيح تنزيها لذي المنة، فهو للقلب مريح وهو غراس الجنة. واستمروا بالتسبيح تنزيها لذي المنة، فهو للقلب مريح وهو غراس الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أسمع بابا يرددها في كل وقت وحين. سهلة على اللسان ويحبها الرحمن، رددوها باستمرار فهي تثقل الميزان. أذكار نور بهجة وسرور، أذكار نور بهجة وسرور، حسن طول اليوم والذنب مغفور، حسن طول اليوم والذنب مغفور. هذه الأذكار في اليوم، ماذا نقول عند النوم، ماذا ندعو كي نرتاح حتى يبعد عنا الهم. عند النوم الورد جميل، تسبيح حمد تكبير، نقرأ آيات الكرسي بعدها أمان الرسول، ثم سورة الإخلاص ثم الفلق ثم الناس، ثلاثا نكررها نحفظ من شر الوسواس. إلزام هذه الأذكار في الليل وفي النهار، يحميكم رب الكون يحفظكم من الأخطار. أذكار نور بهجة وسرور، أذكار نور بهجة وسرور، حسن طول اليوم والذنب مغفور، حسن طول اليوم والذنب مغفور.